السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، طاجين الزيتون. الوصفة هذه حضرتها ماما. طاجين الزيتون تاعها يجي بزاف بنين، الطعم تاعو هايل. لاول مرة تزور قناتي نقولها ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. نروحوا الوصفة وما غادي نبداو على بركة الله. هنا في طنجرة حطيت حبة بصل مسكرفجة مع سنينة تاع ثوم، حطيت 2 مغارف تاع زيت ومغرفة تاع مارغرين. كما راكم تشوفوا حطيت 2 مغارف زيت. هي في البداية نسيت، يعني زربت حطيت البصل والثوم، نسيت المارغرين والزيت. المهم حطيت الزيت وقلت البصل والثوم حتى يذبالوا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. وبعدها اضافت الدجاج، يعني اللي ما عندهاش الدجاج تقدر غير بفخاض يجيها هذا الطاجين الزيتون يجيها بزاف بنين. كما راكم تشوفوا راه يتحرك في المكونات. بعدها راح تغطي طنجرة حتى يتقلى لنا شويه الدجاج مع البصل والثوم، ومن بعد باش تضيف لي زيبيس وتزيد تمرق. هنا كما راكم تشوفوا غطات الطنجره باش يتقلى لنا الدجاج. بعد ما تقلى الدجاج راح نضيف التوابل. اضفت الفلفل الاسود، شويه تاع زنجبيل، حطيت الرند، وبعدها راح تمرق طاجين الزيتون تاعنا. وبلا ما ننسى تاني دارت الكركم باش يمد اللون الاصفر للمرقه تاعنا كما راكم تشوفوا، ودارت شويه تاع قرفه. هذا كما راكم تشوفوا الزنجبيل والكركم. هذو هما التوابل اللي نحتاجوهم، وبعدها نمرقوا ونغطوا الطنجره تاعنا. وبلا ما ننساو تاني لازم نضيفوا زروديه اللي تكون مقطعه كما راكم تشوفوا. هنايا نسيت نقول لكم الزروديه قطعتها الى قطع صغيره، وكي دارت الزروديه اضافت الماء. انا راني شويه تعبانه، هو الفيديو صورته من قبل بصح المونتاج درته واني شويه تعبانه لانه عندي خدمه في الدار كما قلت لكم. وكي لقيت انه عندي فيديوهات صورتهم حبيت نحطهم، يعني باش القناه ما تستمر، ما تحبس ليش. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما غلى يعني المرقه تاعي غلات لي، راح نحط الزيتون اللي قلت لكم راح نحطه في الماء باش يحافظ على اللون تاعو. هذا اذا غليتيه في الماء وكما كانوا يديروا بكري كانوا يغليوا الماء ويحطوا الزيتون. دوكا لا دوكا لازم تشمخيه وتقعدي تبدليه في الماء حتى تخلصي من الملوحه تاع الزيتون. وبعدها اضفت قلت لكم الزيتون. هنا راح نخلي الزيتون يطيب لي مده 20 دقيقه. ولازم المرقه تاعنا طبعا تشرب لي، ما تبقاش هكا المرقه بزاف، الماء ما يكونش الماء بزاف. هذه وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. صدقوني هذا الزيت طاجين الزيتون يجي بزاف بنين. هذه الوصفه سجليها لرمضان الكريم ان شاء الله. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي الغاليات، دمتم في رعايه الله وحفظه. نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.